بتبدأ القصة سنة 1985 وبنعرف إن حصل مأساة وقتها واللي اتوفت فيها أسرة كاملة، وبنشوف الشرطة وهي بتدخل لبات اللي قالوا له إن أخوك في البيت اللي جنبك اتوفى، بس وهم بيحققوا اكتشفوا جثة أخوه المتوفي ومراته وحتى بنته الصغيرة. والموضوع كان غريب أكتر لما لقوا بنت أخوه الصغيرة جانا وهي غرقانة بدم والدها المتوفي، والمرعب أكتر إن هي كانت ماسكة مكنة حلاقة في إيديها وما كانتش واعية بأي حاجة. وبعد 25 سنة جانا كانت بتسوق عربيتها، وبنعرف إن هي دلوقتي صحفية وكانت شغالة مصورة في جريدة. وطبعا بعد اللي حصل في طفولتها في أسرة اتبنتها وهي صغيرة، وده غير حياتها 180 درجة لدرجة إن هي نسيت كل اللي حصل زمان. وبنشوف جوزها أليستر وبنتهم الصغيرة أليكس، وكانت طبعا بتحبها ومتعلقة بيها جدا لدرجة إن هي نسيت حياتها قبل كده أو اللي حصل في طفولتها. وفي يوم كانت بتدور على بيت عشان تصوره وتبعته للجريدة اللي كانت شغالة فيها، ولقت بيت قديم جدا واللي لفت انتباه جانا بطريقة غريبة، فبتروح له وهي مستغربة وحست إن البيت ده مألوف ليها. وفي نفس الوقت بنتها بتلاقي قطعة من لعبة صغيرة، وبعد ما بترجع بالليل بتنيم بنتها وبتبدأ تحقق في تفاصيل البيت، بس الجرس بيرن فبتروح وبتفتح الباب، والغريب انها ما بتلاقيش حد بس بتلاقي علبه صغيره. ولما بتفتحها بتلاقي اللعبه اللي اليكس لقيتها عند البيت، وما كانتش مرتاحه لاي حاجه بتحصل لان هي لقت دوده جوه العلبه. وجانا تاني يوم كان البيت مستحوذ على تفكيرها، ولما التليفون رن بنعرف ان جوزها وردت عليه اللي قال لها انت نسيتي تجيبي اليكس من المدرسه بتاعتها، فبتروح بسرعه عشان تاخدها من المدرسه، بس وهي ماشيه وسرحانه بتلاقي بنت قدامها وكانت واقفه في نص الطريق، فبتحود بالعربيه على اخر لحظه. وطبعا هنا عملت حادثه كانت كفيله تموتها، وعربيتها اتقلبت وكل حاجه بتضلم وبيغمى عليها بعدها عشان تصحى بعدها في المستشفى. وبتشوف جوزها هو وبنتها معاها في المستشفى، والغريب ان هي ما كانتش فاكراهم حتى، فالدكتور بيقول له ان الحادثه اتسببت ليها في فقدان ذاكره مؤقت، وبنعرف ان هي كان عندها فقدان ذاكره اصلا. وجانا وهي قاعده بيدخل دكتور ليان، وده بيكون دكتور اللي المفروض كان هيساعدها في ان هي تستعيد ذكرياتها. وبنعرف ان الحادثه خلتها تفتكر اسمها وهي لسه صغيره قبل ما يحصل لها الحادثه. وجانا بتخرج من اوضتها وبتشوف نفس البنت الصغيره اللي كانت هتخبطها على الطريق، وبتمشي وراها وهي خايفه بس استخبت منها. فجوزها بيقول لها انه هياخد بنتهم للبيت، وهنا بدات تتعرف عليهم. وبنعرف ان هي كانت بتعمل تدريبات مع ليان عشان تستعيد ذكرياتها، وبعدها كانت بتتفرج على صورهم لحد ما جالها هديه تانية ولقت انها جزء من لعبه او صندوق موسيقى وصور لنفس البيت اللي شافته سنه 1985، وما كانتش فاهمه ايه اللي بيحصل وقتها. وجوزها بيفتح الباب وبيلاقي ظرف واللي كان فيه ورق، ولما بيفتحه بيروح تاني يوم لمراته على طول وهو قلقان، وبيقول لها ان البيت اللي كنت بتصوريه ده يبقى بيت طفولتك وعمها هو اللي عايش فيه دلوقتي. فجانا بتخبط بايديها وبتقول له انا معرفش حاجه عن الورق ده ولا طلبته ولا قابلت عمي من ساعه الحادثه. فرجعت قالت انا ممكن اروح اقابله عشان استعيد ذكرياتي، وبتتصل بعمها بات وسالته لو ينفع تيجي البيت، وما اعترضش على ده خالص. وهم في طريقهم كانت بتشوف نفس البنت في الطريق وبتخبط على الباب بعدها، وعمها رحب بيها جدا وبيقول لها عن اللي حصل سنه 1985 واداها مفاتيح البيت وسالته على اللي حصل. قال لها انت بس اللي تعرفي ايه اللي حصل يومها، وكانت طبعا عايزه تعرف اكتر وقتها. فقرروا يقعدوا في البيت فتره اطول، وبنتها وجوزها بيدخلوا البيت وهي طلعت بره عشان تستكشف البيت والجنينه، وحست باحساس غريب حواليها. ولما بتلف بتلاقي بالونه لونها احمر جنبها، ولما قربت ليها لقيت مفتاح متعلق عليها ورساله ترحيب كأن كان في حاجه عايزاها تيجي هنا. وبعدها بيستكشفوا كل حاجه حواليهم، وبنتهم وجوزها راحوا يلعبوا، وجانا راحت محل انتيكات، وجين بعدها اديتها جورنال واللي كان مكتوب فيه ان جانا قتلت اسرتها كلها سنه 1985. وقبل حتى ما تتصدم بيجي لها تليفون من ايان اللي قال لها انه عايز يشوفها، والوضع بقى اغرب لما شافت ليان وراها، فبتكمل المكالمه وبتساله انت فين، قال لها في المكتب بتاعي. وطبعا ده رعبها اكتر، وبعدها بتروح ورا ليان عشان تلاقيه اختفى في المتاهه، وجريت على عربيتها طبعا وهي مصدومه عشان تلاقي هديه تانية. فبتدخل العربيه وبتفتحها وهي مستغربه، وبتلاقي صورتها مع اختها وهم اطفال، والصوره كان عليها اسم اختها سو. وبنروح لبالليل وهي نايمه وهي بتصحى على صوت بنتها الصغيره، فبتنزل لتحت وبتسمع صوت ست وبنت صغيره بيتكلموا. فلما بنتها بتاخدها على اوضتها بتلاقيهم فعلا جوه، وكانوا بيتكلموا عن صندوق الموسيقى. وبنتها بتقول لها ان هم اصلا مش هنا، ولما بتبص بتلاقي البنت واقفه وماسكه شاكوش، والست وشها كان ممسوح، وشافت نفسها وهي صغيره ولقت نفسها ماسكه سكينه في ايديها، فبتجري على جوزها عشان تصحيه. فالبنت الصغيره بتطلع وقتها من تحت السرير وبتقول لها انت جيتي عشان تلاقينا، فاستخبت في الدولاب وكانت مرعوبه وقتها، بس ايد بتطلع من وراها وبتشدها وبتحطها على الحيطه وبتوقعها على الارض وبتخنقها من رقبتها بعدها، بس بتلاقي نفسها في اوضه بنتها وبتحط ايديها على رقبتها. وبنتها بتصحى وبتقول لها انت بتعملي ايه، قالت لها ولا حاجه، فقالت لها روحي نامي يا ماما، وخرجت وهي خايفه. ولما رجعت اوضتها لقت جوزها نايم ومفيش اي حاجه تحت السرير، بس لقيت جزء من اللعبه تاني. وتاني يوم بتتكلم مع عمها وبتقول له عايزه اعرف ايه اللي حصل زمان مع اسرتي. رجع قال لها ان باباها كان خمرجي ومريض نفسي بس عمره ابدا ما كان هيأذي اسرته. ورجع قال لها انت الوحيده اللي تعرفي حقيقه اللي حصل يومها، بس اللي للاسف مش قادره تفتكري بسبب فقدان الذاكره. وبعدها بنتها بتعتذر لمامتها وقالت لها اني ما بعرفش انام بسبب سو. فجانا بتقول لها سو مين، فجوزها بيدخل وبيقاطعهم. وبعدها بحبه لما خرجوا كلهم بره جانا قررت تجرب المفتاح اللي لقيته قبل كده، والمرعب هنا انه فتح ولقت صندوق الموسيقى وصوره ليها وهي صغيره مع بنت تانية، وبتفتكر فجاه البنت دي وهي بتجري وبتدخل في مكان، فبتمشي وراه عشان تفهم فيه ايه، بس بتلاقي حاجات غريبه سكينه
وبخاخه ومفتاح صغير، فبتسمع صوت جاي من بعيد وبنت الصغيره بتقول لها استخبي فيه وحش جاي. وبنروح بره لاليكس واليستر اللي قالت له ان في ست حفظتها اغنيه في حلمها وقالت لها ان مامتها هتاذيها، بس انا ما صدقتهاش لان الوحش اللي في الاوضه هو اللي هيأذيني. وبنرجع لجانا وهي بتحاول تخرج بس الملايات كانها كانت بتخنقها، ولما بتخرج بتلاقي نفسها فجاه في المزرعه وبتلاقي هديه تانية وكان فيها مكنه حلاقه قديمه. وطبعا قررت هنا ان هي ترجع لبيتها، وجوزها بيحط حاجتهم في العربيه، بس ليان الدكتور النفسي كان في المكان وبيبص لهم وبيبان عليه انه متضايق. وقبل ما يمشوا من المكان جوزها وبنتها بيلعبوا في المزرعه، ولما راحت وراهم لقت سو اللي قالت لها ما ينفعش تمشي دلوقتي، وبتلف وبتلاقي بنتها وراها. والمرعب ان اول فكره جت في دماغها ان هي تحط ايديها على رقبه بنتها، وجوزها بيجي وبيقاطعها وبتخرج وبتمشي ناحيه العربيه. بس المشكله ان كاوتش العربيه كان مقطوع بنفس السكينه اللي لقيتها قبل كده، وقالت له انا ما عملتش كده، وكان باين عليها ان هي خايفه. وبيجروا هما الاثنين على صوب بنتهم اللي قالت ان الوحش بيطاردها وما كانتش قادره تتنفس كأن عندها ربو زي خالتها. فباباها بيشيلها وبياخدها على بره عشان فهم ان هي تعبانه، وبيجري على بره بس الباب كان مقفول، وبنفهم كده ان هما محبوسين. بس الباب اتفتح فجاه واتقفل لما خرجوا من البيت هما الاثنين، وطبعا كانت محبوسه لوحدها. ولقت ورقه مكتوب فيها العبي معانا، ولقت نفسها غرقانه في ذكرياتها. وبتشوف اوضه سو وبتلاقي صندوق الموسيقى، فبتطلع المفتاح اللي كان معاها وبتفتحه، والمرعب ان هي لقيته اشتغل. وبنفهم هنا ان اللي جالها في المستشفى كان جزء من الصندوق ده، ولقت النص التاني بتاع الصوره. ولما فتحتها لقت صوره الدكتور النفسي اللي كان بيعالجها، ولما حطيتهم جنب بعض لقت ان هي مقطوعه من الصوره بتاعتها. وبنفهم كده ان ده ابوها الحقيقي. وبتسمع صوت سو فجاه اللي كانت تحت السرير وبتقول لها استخبي عشان الوحش جاي، فبتستخبى معاها. وواحد غريب بيدخل الاوضه وبيقعد على السرير، والمريب هنا انه بيرمي لها هديه كمان على الارض. ومن غير ما تفكر حتى جريت من تحت السرير، ولما خرجت لقت ليان الدكتور اللي قال لها انا مش الوحش ولا هاذيكي. واترعبت لان هي فهمت ان بات هو الوحش، ولقت نفسها تحت السرير تاني ولقت طفله تانيه مستخبيه جنبها. وفهمنا هنا ان بات كان راجل مش كويس واستغل وجوده مع الطفله عشان يفرض نفسه عليها. واهلها ليان وجين بيوصلوا للبيت، وليان كان سكران يومها فاترمى على الكنبه وهو تعبان، وسو كانت بتصرخ فوق ومامتها سمعتها، فبتاخد شاكوش لقيته قدامها وبتجري عليه، وشافت بات وهو بيفرض نفسه على الطفله وما استناش ان هي تصرخ، واللي كان بيعمل اي حاجه عشان يسكتها قبل ما ليان يسمع اي حاجه وهاجمها لحد ما توفت. وجانا من غير ما تفكر هربت من تحت السرير على الحمام، وبات راح وراها وكانت واقفه في البانيو وماسكه مكنه حلاقه. ولما حاول يقرب لها هجمته بيها، وليان صحي في نفس الوقت، بس وهي بتجري خبطت فيه ووقعوا هما الاثنين على الارض، وليان اتخبط في دماغه وتوفى. وطبعا هنا فقدت الذاكره ونسيت كل اللي حصل. وسو جات لها نوبه من المواقف اللي حصلت قدامها، والبخاخه ما كانتش قادره توصل لها. وبات شافهم هما الاثنين على الارض وفهم ان ليان اتوفى، ورجع بعدها لسو وهو بيبص لها عشان يلاقيها ميته من النوبه اللي جات لها. فاخد الشاكوش وحطه في ايد ليان عشان يرجع لبيته بعدها ويداري على كل اللي حصل ده، كأن جان هي اللي عملت كده. وجان بتفوق بعدها ولقت نفسها متغطيه بدم ليان، وطبعا جريت على جنبه وهي مرعوبه. وبنفهم هنا ان ليان مش اكتر من شبح والدها اللي كان عايز يساعدها عشان تفتكر، واللي كانت في الستور كانت والدتها اصلا وشبح هي كمان، وكانوا عايزين يرجعوها للبيت عشان تفتكر كل حاجه وهم يبقوا احرار اخيرا. وجوزها بيجري عليها وبيقول لها بنتنا كويسه وسابها مع عمها بات، فبتخرج طبعا وهي مرعوبه وبتجري من غير ما تفكر عشان تروح على بيت بات، وده طبعا بسبب اللي افتكرته. وعرفت معدن عمها الحقيقي وتاريخه والقصه كلها. وبات للاسف ما اتعلمش من اللي حصل وبيحاول يعمل نفس اللي عمله قبل كده مع البنت الصغيره. فقالت له قالوا لي ما العبش معاك. قال لها مين دول اللي قالوا لك؟ قالت له ما اعرفش. وقبل ما يعمل اي حاجه ابوها وامها بيوصلوا، فبياخد البندقيه وهم بيجروا، وبياخد البنت الصغيره معاه واخدها على الاسطبل عشان يستعملها كدرع بشري. وهاجم والدها اول ما قرب، واللي كان بيتحايل عليه ما يأذيهاش، فمامتها هجمته واغمى عليه وبيفوق بعدها وهو متكتف في اوضه سو. وجانا خرجت وقفت الباب عليه، وده طبعا سابه لوحده مع الاشباح. وكالعاده قال له روح صوت سامحه، بس اعتذاره اكيد ما كانش مقبول. وبعدها بنشوفهم وهم في المقبره بيزوروا اسرتها المتوفيه، وكانت مبتسمه وفرحانه لان هم بقوا احرار اخيرا واخدوا حقهم بعد 25 سنه بس. وبيخلص الفيلم على كده. ولو الفيلم عجبك اعمل اشتراك في القناه.